قبل ما اسجل الفيديو ده ما كنتش عارف ابدا الانترو بتاعته ازاي او اقول ايه او فانا بعت كليتي عشان المخدرات. تخيل ان انت بتبيع حاجه مهمه جدا من جسمك عشان كيفك. الادمان غير حياته. رحله المخدرات بتاعتي 15 سنه يعني. الشاب اللي قدامكم ده ربنا يزيله يا رب ان شاء الله ويقبل توبته ويوقفه على الطريق الصح. بوجي 15 سنه مدمن مخدرات، هو قدام عينيه كان بين الحياه والموت بدل المره مليون مره. ما كانش لاقي شغل بسبب السجل الاجرامي بتاعه، بسبب حالته النفسيه وحالته الاخلاقيه والماديه. 15 سنه لدرجه ان المخدرات حرفيا دمرت جسمه ودمرت عروقه. ما بقاش قادر يعمل اي حاجه خالص، ما عادش بيتاثر فيه. ولكن يشاء ربنا اللي بينزل رحمته على عبد ان الراجل ده لما اخوه مات قدامه بسبب جرعه المخدرات انه يتوب ويفوق ويرجع للطريق الصحيح. انا خاطر ودي قصه بوجي. مش كده وبس، ده غير ان هو كمان بيقول ان هو كان بيسرق حاجات وبيروح يبيعها عشان يشتري بيها المخدرات. اسلوبي اتغير، بقيت ابص الحاجات في المكتب وابقى عايز اسرقها. الافكار دي كانت بتيجي في دماغي وكنت بنفذها. كنت اخليهم كلهم قاعدين بيعملوا صيانه واخش انا على الراكات واخد الكارت الميموري بتاع الراكه واروح ابيعه او ابدله بمخدر واجي وحياه ربنا ما عملت حاجه. ابتدى اي حد بيتعاطى مخدرات كلنا عارفين ان هو مع مرور الوقت بيبدا يسرق عشان يقدر يجيب الحاجه اللي بتكيفه، لان المخدرات دايما عارفين ان اسعارها عاليه وبتتباع في اماكن عشوائيه. واعتقد ان هو قال في الفيديو ان هو من منطقه اسمها السلام، واحنا عارفين ان السلام دي فيها اماكن كويسه ولكن فيها اماكن ما تنفعش للمعيشه بتاعت البني ادمين نهائي. هتلاقي فيها كميه البلطجه والقتالين القتله وبتوع المخدرات وبتوع. ولكن 15 سنه، انت متخيل 15 سنه تكون بتعصي ربنا وتدمر في صحته وفي جسمك وبتاذي اللي حواليك، ويشاء ربنا في جزء من الثانيه لما ربنا رحمته بتنزل، رحمته كبيره جدا. ابتدى الكلام ده يبان عليا في البيت. دي بقى يا جماعه الاوضه بتاعتي اللي انا اتربيت فيها. قضيت في الاوضه دي ايام حلوه وايام وحشه. انا اوقات الانسان لما بيجي يبص على الذكريات بتاعته، سواء الاوضه بتاعته القديمه، الكتب بتاعته، الكشاكيل، الكراريس، الحاجات دي، بيجي له اختلاط في المشاعر. مبقاش عارف انت فرحان ولا زعلان ولا عندك اشتياق للماضي، حنين للماضي. في نفس الوقت يمكن يكون وضعك اللي في المستقبل دلوقتي احسن. ولكن حتى وانا بسجل المقطع ده دلوقتي وهو عمال يستعرض الاوضه بتاعته بتاعت زمان والكلام ده، فكرني بحاجات كتير قديمه. يعني الواحد اوقات بيحس ان عمره جري، مش عارف ليه. بس زمان كنا كلنا عندنا الاوضه دي لما كنا ولدين اخوات او بنتين اخوات، سريرين بالشكل ده، التلفزيون في النص والدولاب والصور اللي كانت بتبقى متعلقه على الحيطه. لم ده الشيطان لقاه في الشارع وخد عايز تدمر نفسك، عايز تعمل لنفسك سحر اسود انت اللي تعمله لنفسك. ده خلاص اللي هو يعني هتشربه يا هتموت يا سبحان من معيش. المخدرات مهما تقعد تشرب فيها لفتره طويله بيجي لك وقت والمخدر ما بيقدرش ياثر فيك، تبقى عاوز جرعه، يجي لك وقت المخدر ما ياثرش فيك، بتبقى عاوز جرعه ازيد لغايه ما توصل لمرحله زي ما هو قال دلوقتي، مرحله الشيطان اللي هو خلاص كده ما عادتش تاخد جرعه ازيد فازيد اوفر دوز لحد ما جسمك بتسافر ما بترجعش، الروح بترجع لخالقها. دي منطقة السلام معروف انها من المناطق، مش عاوز اقول العشوائية، ولكن هي منطقة سكنية عادية. يمكن بس اللي خلاها نقول عليها عشوائية انها بدأت تبقى فيها بيوت غريبة المظهر. يمكن الزبالة مرمية في اماكن كتير، يمكن مفيش اهتمام من الدولة بالمنطقة نفسها. فالنتيجة لده ان اخلاق الناس بدأت تبوظ، يعني الاخلاق بتاعت الناس نفسها بدأت تبوظ. لكن لو بصيت هتلاقي فيها ناس كتير متعلمة، ناس كتير في جامعات محترمة، ناس كتير في وظائف محترمة، ناس كتير معاها عربيات ملاكي زي اللي قدامنا دي. انا بقى في وسط كل دوت الفتره اللي انا بضرب فيها دي خلاص والليفل بتاعي عالي، انا جسمي ما بقاش قابل للمخدر. ودي النقطه اللي انا كنت بقولها من شويه، ان جسمك لما خلاص ما بيقدرش يقبل مخدر اصلا من اساسه، فانت كده وصلت لمرحله صعبه. انت حاجه من الاثنين، يا هتموت يا هتتعالج، يا هتموت يا هتتعالج. والعلاج مش سهل، مكلف ماديا، متعب نفسيا ليك وصحيا وجسديا، متعب للي حواليك. انت الشبر الله، انت عم مخليك عايش. هنا في النقطه دي كان بيتكلم ان هو لما خدوه ودوه المستشفى عشان يتعالج بعد قصه وفاه اخوه اللي اخد جرعه زياده من المخدرات ومات، فضل مرمي في الشارع. قصه اخوه بيقولوا ان هو من كتر ما بقاش فيه عروق في جسمه يدي فيها مخدرات كان بيديها في منطقه غريبه جدا. يعني مش هنقول طبعا ايه هي، بس مش عارف الناس، الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. انا اتمنى الناس كلها اللي تشرب مرات، تشرب سجاير، تشرب حشيش، تشرب اي نوع من انواع الحاجات دي، يعني اتفرجوا على الفيديو بتاع الراجل ده مع كريم السيد، فيديو كامل على صفحه كريم السيد. انا مجرد بعمل رياكت، بس هي قصته ملهمه ومحزنه في نفس الوقت. 15 سنه من عمرك بتضيع ما عملتش فيهم اي حاجه. لكن يشاء ربنا ان انت تتولد من اول وجديد وقف على رجليك. كده قلت لها خلاص خد ارمي دول، انا هتعالج. مخدرات في حاجه ربنا علينا بيها او طبيعه بتاعت البني ادم، فانت كنت
كنت منقطع خالص عن الفطره والطبيعه بتاعت الانسان العادي. هنا طبعا بدا يروح الجيم، الله اكبر، يعني باين عليه قوي، باين عليه جامد قوي ان جسمه فعلا راجل بتاع جيم وعضلات والعقل السليم في الجسم السليم. يعني ربنا يزيده يا رب ويثبته اكتر ما هو متثبت، يكون درس لكل شاب او لكل حد بتسوي له نفسه ان هو يمشي في السكه دي وعارف اخرتها. فده مثال حي قدامكم ان ربنا فوقه وتاب عليه ورجعه للطريق السليم، فالحمد لله. الطفوله بتاعي املي في ربنا كبير. سنتين في اخر الفيديو قال حاجه مهمه جدا وحاجه جميله جدا، وقال ان هو عنده 32 سنه، ولكن هو قال ان هو عنده سنتين لانه مبطل بقى له سنتين، ويعتبر نفسه معتبر نفسه اتولد من اول وجديد. ودي حاجه جميله جدا، حاجه اكثر من رائعه. انا فرحان له جدا، يعني حتى والله انا بسجل الفيديو ده جسمي بيقشعر اصلا وانا قاعد بسجله وهمنتجه. انا فرحان له جدا والله العظيم. محمد مسعود مدمن متعافي. انا مش عندي 32 سنه، انا عندي سنتين، لسه مولود بقالي سنتين. املي في ربنا يرحمني برحمته ويسامحني عن الحاجات اللي انا عملتها في نفسي ايام الادمان النشط، لان انا ما كنتش في وعي. اللهم امين يا رب العالمين على دعوات، ويغفر لك ويسامحك ويغفر لاخوك ويسامحه، ويا رب يدخلوا فسيح جناته لان ربنا غفور. اتمنى الكل يشوف الفيديو الاصلي كريم السيد، يعني اتمنى مصر كلها تشوف الفيديو ده، اتمنى الشباب كلها تشوف على صفحه كريم السيد، شوفوا الفيديو كامل، شوفوا يعني انا ده مش رياكت، ده ردة فعل الانسان شايفه بيتولد من اول وجديد. بس اتقوا الله في السر والعلن، اتقوا الله في صحتكم وفي جسمكم، حاولوا تحافظوا على كل حاجه نعمه ربنا اداها لكم. معاكم خاطر، اشوفكم في فيديو قريب.